مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقتنا اليوم حلقة إنسانية بحت. الكل شاف الطفلة اللي التقيت بيها بملعب البصرة، الطفلة الضريرة. اليوم جينا نوفي الوعد اللي وعدناه واللي وعده القائد الفريق علي الفريجي. خليكم ويانا، راح ندخل ببيت القائد علي الفريجي وناخذه ونروح لبيت الطفلة. تشوفين؟ ان شاء الله تشوفين حبيبتي. جيت اشارك الفرحه وياكم. ان شاء الله باعي، انت من تفرحين العراق كله يفرح. ان شاء الله حياتي، الله يشافيك ان شاء الله. سيادة الفريق، أكثر شيء هزك بهذا المقطع؟ وشنو اللي ما يهز بيه؟ شنو اللي ما يهز بيه؟ طفلة بعمر الولد ما تشوف وجاية يعني يوصفوا لها المباراة وفرحانة قاطعة من بغداد للبصرة مئات الكيلومترات وهي ما تشوف. يعني هي اكو شيء اكثر من نظر العين وطفله بهالعمر. ولهذا يعني انا من اول ما شفت المقطع هذا، مو المره الاولى اللي اشوفه، شفته بوقتها حقيقة مؤلم. حسبت حساب، سألت نفسي السؤال التالي: لو أني بنتي، وأنا عندي بنت بنفس العمر تقريبا، لو أني بنتي ما تشوف كان شو أسوي؟ راح أحاول المستحيل في سبيل أن أسوي شيء. فأنا أعتبر هاي مثل بنتي، وأنا إذا الله مكنني أنا أسوي شيء فإن شاء الله أقدر أسوي لهذا الطفل شيء. شلونك حياتي؟ زين. شو أخبارك؟ الحمد لله. زينة؟ إيه. أنت جاي شو تشجعين اليوم؟ أنا جاي أشجع العراق. فدوى قلبك. أنا ما أشوف وجهي أشجع العراق. ما تشوفين؟ إيه. إن شاء الله تشوفين حبيبتي. جيت أشارك الفرحة وياكم. إن شاء الله باعي، أنت من تفرحين العراق كله يفرح. إن شاء الله حياتي، الله يشافيك إن شاء الله. سيادة الفريق، احنا يعني ما نعرف شلون نشكر اهتمامك بهاي الطفلة ونشكر مشاعرك الصادقة. أقل واجب هذا حقيقة. يعني هذه الطفلة موقف مؤلم. يمكن كثير من العراقيين يمرون بحالات مثل هذه وما تعرض وما تظهر على الإعلام، وبالتالي ما يلقون أحد يساعدهم. يعني أنا حقيقة شاكر لكم بداية إظهاركم لهذه الطفلة وللمواقف الإنسانية. وحقيقة أنا من شفت الفيديو في صفحة الفيسبوك للصحفي حسين البهادلي، يعني كان موقف مؤلم. طفلة بهذا العمر ما تشوف شيء وتجي على مود تحتفل بالمنتخب الوطني وهي تضحك، فشي كبير هذا. احنا دائما نقول، انا دائما اقول وان كنت انا عسكري اتعامل مع البندقية واتعامل مع الدبابة واتعامل مع الطيارة، لكن مو كل شيء يحل بالبندقية. الامن لا ياتي فقط بالبندقية، ياتي بما يجمع الشعب. ومنتخبنا الوطني العراقي يعني دائما كان يجمع الشعب. احنا ما نذكر بعز الطائفية، انا كنت امر اللواء في المحمودية منطقة اسمها مثلث الموت. جمعنا كل الشعب، انجمع فرحة 2007 بكأس آسيا، الكل طلعت للشارع والكل احتفلت. واليوم أيضا منتخبنا الوطني وبدعم الحكومة وبإسناد
الشعب، شوف هذا الشعب اللي زحف بالآلاف المؤلفة بالملايين، حتى وصلت النتيجة أنه الكل يدعو لا تروحون على مود نحافظ على فرحة النجاح بالتنظيم والنجاح بكل شيء. يعني احنا مزجنا الفرحة وشكرنا وتقديرنا لكل من أفرح العراقيين، وأيضا وياها هذا الموقف الإنساني. أنا أكون سعيد أنه إذا أقدر أنه أوصل لأي طريقة نساعد بها هذه الطفلة ضمن إمكانياتنا اللي نستطيع عليها ويستطيع الخيرين ويانا. ويعني أنا شاكر لتعبكم ولجهودكم. سيادة الفريق، أنت رياضي؟ يعني مو رياضي جدا. أنا أساسا في مراحل السنية كنت ألعب كرة سلة بنادي الطلبة وبنادي الشرطة، بعدين أخذتنا الكلية العسكرية، وبالكلية العسكرية أنت تبتعد عن الرياضة، يعني تبقى رياضة اللي هي الرياضة العسكرية. ولكن كنت ألعب بمنتخب الكلية وأيضا أتابع، ومن المشجعين يعني دائما للفرق العراقية والعربية. يا فريق الشجع. وين؟ عراقي. الكل عراقي. لازم عندك فريق. لا الكل عراقيين، كل متميزين. هو احنا يعني التشجيع هو اللعبة الحلوة، اللعبة النظيفة. الرياضة دائما هي أخلاق واحترام وتقدير. يعني حقيقة احنا نتمنى انه شعبنا دائما يكون فرحان، وهذا اللي التنظيم اللي صار يعني راهن العالم. وقواتكم الأمنية كان لها دور كبير في البصرة، سواء وزارة الدفاع وزارة الداخلية، ولو هي بعيدة عن قواطعنا، لكن أدوا ما عليهم وسهروا الليل والنهار في سبيل النجاح، والكل كان متكاتف. سيادة الفريق، المباريات مال المنتخب كلن شاهدتها؟ طبعا. حلو. ولا دقيقة أبدي من تحليل قبل نص ساعة إلى بعد نهاية المباراة. يا لاعب عجبك المنتخب؟ كل اللاعبين أدوا ما عليهم. المنتخب مرحلة جديدة، يعني بعد الكبوات اللي تعرض لها في التصفيات وفي غيرها. الآن أنا ما أريد أطير رياضي لأن أنا مو رياضي محترف، لكن أقول الآن كل الشعب يحاول يتمنى لهذا المنتخب التطور. وشفنا احنا كل وسائل الإعلام ايش قد كانوا يذابحون ويحكون قبل البطولة، بالبطولة كلهم كانوا مع المنتخب الوطني، ولا إعلام يشتغل ضد المنتخب الوطني. صح. احنا راح نبقى مستمرين وياكم، نروح من بيت القائد علي الفريجي الى بيت الطفله ونشوف شنو اللي تحتاج الطفله. اكيد القائد ما راح يقصر. مثل ما تعرفون احنا حاليا ببيت الطفله نرجس، اني والفريق علي الفريج. سيادة الفريق، شفت نرجس؟ يعني حقيقة حالة مؤلمة، يعني بس هي ايش قد صار لها هذه الحالة؟ صار لها 8 سنوات من الولادة. من الولادة. وشنو راجعتوا بها طباش؟ راجعت بها هواي، يقولوا لي الشبكة يعني مالتها بعد انتهت، العصب مالها ضرب على راسها. البارحة وديتها دكتور بالحارثية، عرضتها وفحص وهاي. أنا أعرف دكتور سوى لوالدتي عملية قبل تقريبا 5 سنين، هم كانت يعني عينها شوية ضعفت في النوم، فسوى لها العملية بتركيا. وراها يعني حتى من فتحة عيونها قامت تصيح اللهم صل على محمد، حتى يعني هي تشوفنا كانت بس ما تشوفنا بملامحنا الحقيقية. هذا يجي لبغداد هسه بالجديد، قام يجي لبغداد كل اسبوع يومين اعتقد بالجادة. وديت عن تركيا ولإيران وللهند يعني. خلينا نشوف هذا الدكتور شو يقول. البارحة هو نفسيته الدكتور اللي بالحارثية هم راسل تركيا. اي قال يعني ما تستفاد من العملية اذا تجيبوها لتركيا، ما تستفاد.
هسه انا شو زين اسوي؟ عيون تجميليه عدسات؟ ماكو، قال هي اكو عين واحدة تشوف بيها الضوء القوي، قال إذا يعني حاولنا هنا تفقد هذا الضوء خطية. هسه احنا شو نسوي؟ انا يعني لا انا ولا جنابك نقدر نقدر الحاله، هاي يقدرها الطبيب المختص. انا هذا هو طبيب من الخارج، راح باكر اشوف شلون نحجز يمه وش بنوديه له وش يقول. انا بالنسبه لي يعني انا متكفل بعلاج هاي الطفله. رحم الله والديك. كل شيء اقدر عليه ما قصر. بارك الله. لانه احنا كنا عندنا اطفال، يعني انا من اباوع عندي هم بنيه بصف 5 ابتدائي، يعني اباوع لها لو هي بنفس الحاله هم يكون انا الله يساعدكم والله يعينكم. فانا بالنسبه لي يعني عني انا شفت الحاله بالفيس، كان الاخ حسين بالتواصل الاجتماعي، كان الاخ حسين ناشره، والله حاله مؤلمه. وهاي الطفله ويا هاي الوضعيه وهي فرحانه وجايه تشجع المنتخب. انا كل شيء اللي اقدر اقدمه ما راح اقصر. أنا جيت أشجع العراق بالملعب، وشكرا لأن أني اتفتوني، وشكرا لكم ما قصرتوا. عافيه الله. انت شفتي منو فاز بالاخير؟ إيه العراق. ان شاء الله شوفي بالمستقبل، شوفي شوف عين شلون شفتي بقلبك؟ ان شاء الله. أنا ظليت أشجع بقلب أمي تشرح لي. ايش قالت لك بعدين؟ قالت لي قولوا وفازوا. يلا هسه احنا من باكر، هسه شو نسوي؟ راح نجيب لك هدايا خوش، شويه تلعبين بيها خوش، العاب ملابس جديده. ومن باكر اروح للطبيب، نشوف باكر طبيب نحجز يمه، اروح للطبيب واني اعتبري اني يعني مثل عمك، شنو تحتاجيه انا ما قصر. ان شاء الله. بارك الله فيك، والله ما تقصر والنعم منك. انت ايش تشتغل حجي؟ والله حمال بالشارجة تبع بعرب انا. هاي بيت تجاره؟ اي والله ايجار. زين تجاره. 375. 250 من الايجار علي منا لحد ما اموت. يا رحم الله. اعتبار من عمرك الاشياء. طويل ان طولت شاء العمر الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تبي اصف بالاول؟ أنا بالثاني. بالثاني. هسه شلون تقين؟ هيك عشان احنا نتلمس. تلمسك ايش طلع عندك؟ درس من طينة ما ندري. ايه؟ وين المدرسه مالتك؟ طابتي بعيدة، شلون تروحين تجي؟ يعني ماكو سيارة، ايه؟ فنأجر ونروح 10 والجاي 10 يوميه؟ أي. لازم يومية تروح المدرسة. لا يعني يوميه يروح 10 الجاي 10. ليش بالطوبشي ليش؟ هي هاي مدرسة خاصة مع المكفوفين، مال لمس وهاي مكفوفين. وأبو الخط يعني يوم يجي ويوم ما يجي، كان عندها خط وهسه بطلوا. هي اجروا لها خط. اجروا لها خط، ايش قد جاب الخط عليه؟ رحم الله والديك. بعد هاي الخط حلينا لك اياه. هي تحب دراستها خطية، يعني متعلقة يعني حيل كلش يعني بالدراسة مالتها. إذا يوم ما نوديها تظل تبكي. يلا هسه جنابك شو اسمك حجي؟ اخوي اجروا لها خط، ايش قد فلوس الخط عليه؟ رحم الله والديك. اعتبارا من باكر. بعد هي انحلت موضوع يلا الخط بيا انحل. شكرا عمو. شكرا عم. لا شكرا، هذا واجب، هذا واجب. الله يحفظك. الله يحفظك. سيادة الفريق. يعني حقيقة احنا أمانة الله لو كل شيء نقدر، أنا عن نفسي أقول كل شيء اللي أقدر أقدمه لهذه الطفلة أنا حاضر. هذول أطفالنا هم المستقبل. رحم الله والديك، والله ما تقصر والنعم منك. مراتك ومثل عندنا يقول الشبعان ما يدري بالجوعان. خلي شوية، خلي كنا أنا أوصي نفسي أولا وأوصي إخواني اللي متمكنين والقادرين. أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. أنا بالنسبة لي هذا أعتبرها الطفلة مو أقدم لها مساعدة، أعتبرها مثل وحدة من أولادي
اقدم واجب تجاهه. بارك الله بك. شلون رحتي للبصره؟ شلون صارت الفكره ورحتي للبصره للمنتخب؟ أنا بعد تليفوني ورحت. هسه ما عندي تليفون أنا. هي الدراسة مالتهم تعتمد على اللمس والناطق. يحطون هذا برنامج بالتليفون ويدرسها الناطق، يعني شو يحكي هي ترد وراه يعني تليفون هم نجيب لك بعد. فهي ظلت هي صار واخوها. عندنا تليفون حلينا، وصار عندنا ابو الخاط. ابو الخاط هسه حطيش تطي وش، ومال الاجابه مال البيت نفس العمليه، ومال الدكتور او اهل الدكتور. بعد كلامي. ها شو بقى بعد؟ ما بقى شيء. منا يلا وش، واحنا كنا وياك لحد ما تصيرين تكبرين تصيرين حلوه وتخبلين. ساعة تضحك عيونك حتى حزني يصير عين، وردت ارجعك مدى ودع، ردت ارجعك مدى ودع. نجي بعد تشوفي كم يوم نسوي مال فحوصات، وراح نجي في اليوم نلقاك ان شاء الله مفتحه ان شاء الله تشوفين كل شيء. إن شاء الله. وانت يا اخوي العزيز شنو تحتاج؟ راح اعطيك تليفون، رقم تليفون ابني باي وقت تخاطره. شنو اللي تحتاجه انا احاول. الله يحفظك سيدي. الله يعين الناس. اي والله. اللي قاعد يشتغل بالسوق حمال يعني ايش عده على مود يعطي 375 للجار، ويعطي يوميا عشاء للخاط، ويعطي اكل البيت. الله يعين الناس. هذا مبلغ بسيط. رحم الله والديك. مال الايجار 200 من الايجار و300 الها للخط خوش، وشهريا يوصل لك نفس الشيء. الله يحفظك سيدي. مال الخط ومال المشتري. اوكي. بعد ابو المحل ما يطلبوك. السنة. يلا احكي قولي انا اريد اشكر العمو. أنا أريد أشكر العمو. لا ماكو الله شكر، يحفظه ماكو شكر، ماكو شكر. الله يحفظك وينصرك. يحفظكم ان شاء الله اجمعين، يحفظكم اجمعين. ان شاء الله. الله يحفظك سيدي. شكرا اختي. ويخليك شكراً. ويخلي هذا اطفالك واجب. ان شاء الله. هذا واجب. ويطول بعمرك ان شاء الله، هذا ويخليك واجب. خيمه أنت- علينا ان شاء انت الله. مثل اختي. والله ما وإحنا يا قصرت ريت- والنعم منك. يا ريت نقدر نساعد اكثر وما نقدر نساعد الناس. هي الدنيا بارك قضيانه. الله بك. هي قضيانه يوم والله. يومين شهر شو نسوي؟ شهرين الحمد بين لله بعدين والشكر. على آلة العدباء محموله مو. فاللي بيه خير ويقدر يساعد الناس يا ريت. وانا بارك الله بك. ما اقول هذه مساعده، هذه واجب من عندنا تجاه اهلنا وتجاه ابنائنا وتجاه شعبنا. خوش. واللي باوع الدنيا دواره، اللي باوع على الفقير وما يقدر يساعده، يجي يوم هم الله يخليه بمكان وهم ما حد يساعده. هي دين تسوي شغله زينه تلقاها قدامك. الله يحفظك. حسنين. طول وإن عمرك. تليفونك للحجي وجيب له تليفون من البيت. عندي تليفون جديد هسه اعطيك اياه باكر تعطيه اياه. شكرا عمو. هو وخال العمو. دلي. ليش مبطل من المدرسه؟ عين ابويا ويا للشغل. عين ابوك؟ اي. لان هم عنده بعد هو خوات، 4 خوات. والله ما اعرف. طفل. زين ليش ما ترجع للمدرسه وتجي تطلع باليوم؟ 10:05 هي. زين ادفع هنا لابوك خش وترجع المدرسه. اوكي؟ ها؟ يا صفت ترجع. نتفق؟ نتفق؟ لو انت ما تقدر لا. على سنة الله سيدي. أنا سترك صار له فترة. ماشي بس اقول لك يا ابن عمي هسه انت الله يعينك على هاي المصيبه اللي انت بيها. زين هذا مستقبله شنو؟ يقول لي ما تقدر. انا هم اسمع عن بال 2010 فقدت السمع بالانفجار بالشارجه بساعه الوقت ما قاعد هناك فقدت السمع مالي. السنه الجايه ترجع السنه الجايه وانا اطب مكانك نطلع خوش. يلا الله يسلمك.
واخيرا ابتسمت نرجس بعد سنوات من الحرمان. شكرا للفريق علي الفريجي، خليكم ويانا بحلقه قادمه في امان الله.